ورقة من نبات الريحان المستخدم في الطهي كانت الحيلة التي استخدمتها طبيبة عيون في بيرو لجذب دودة طولها 3 سنتيمترات تستقر منذ نحو شهر في مكان حساس في العين اليسرى لصبي في 17 من عمره. الطبيبة كارولينا مارتشينا: استخدمت ورقة الريحان كطريقة لجذب الدودة، وخرجت الدودة من داخل العين بسبب رائحة الريحان، وهذا هو السبب الذي جعلنا نستخدمها. ولكن نظرا للحجم الكبير للدودة كان من المستحيل أن تخرج تماما بمفردها، لقد أطلت بجزء صغير من جسمها ألا وهو الرأس. وقالت مارتشينا إن الدودة كانت تمثل خطرا جسيما على صحة الصبي نظرا للتورم الناجم عنها في منطقة حساسة في الوجه معروفة باسم مثلث الموت، حيث قد تمتد أي إصابة فيها إلى المخ. وبمجرد خروج الدودة الجائعة بحثا عن ورقة الريحان تمكن الأطباء من إخراجها كاملة باستخدام الملاقيط دون حدوث مضاعفات طويلة الأمد نظرا لاستخراجها في التوقيت المناسب. محمد الجبالي، رويترز.